التلاجة معمول قبل كده اللي هو بطاطس. فانا عامله برضو بطاطس كميه صغيره. فانا بدل ما اعمل لها خضار تاني وبصل وتاني وكل ده، لا انا هسوي اللي انا عملته ده. هنشوف مع بعض الطريقه. هسويه في مثلا شويه شوربه صغيرين كده بمعلقه توم، وبعد كده هحطه مع طبق الخضار اللي عندي في التلاجة. هيبقى كأنه خضار جديد جدا، وما فيش حاجه اترمت وما فيش حاجه منها خساره. انا هعمل كده ولا بصل ولا اي حاجه، هعمله انا بالثوم. انا هحط انا الخضار بتاعي كده، انا هحط الخضار بتاعي كده، وهحط انا بقى معلقه توم صغيره كده عليه. انا اصلا بحب البطاطس بالثوم، يعني الثوم والبصل مع بعض. انا ده الشفشه اللي كنت عامله فيه طماطم المكرونه، يعني دي الميه اللي بتاعته كده، هقوم نازله عليه بالميه دي كده، و كان شوربه كده بتاعت الفرخه برضو. ولا اقعد اعمل بقى صلصه جديده ولا اي حاجه. انا هوريكم طبق الخضار اللي عندي في التلاجة. بسم الله. تمام. الشوربه عندي فيها ملحها وكل حاجه، ولو احتجت شوربه تاني بزود بقى على الخضار التاني. انا بس عشان حطيت شويه ميه من الخلاط، بس سنه ملح كده صغننه، عشان كمان البطاطس عندي ما شويه فلفل اسمر، وهسيبهم يستووا. وبعد ما يستووا هحطهم مع التانيين وهياخدوا غلوه معاهم هنا. ده اهو طبق الخضار بتاعي اللي كان في التلاجة. هو حاجة صغيرة مش هتكفي يعني، فبدل ما انا اعمل خضار تاني انا عملت الطريقة دي. وبعد كده الصلصة بتاعتي اصلا بتاعته حمرا ما شاء الله. ولو احتجت صلصة انا كنت شايلة معلقتين من صلصة المكرونة عشان لو انا احتجت صلصة كمان. بس وخلاص على كده وفرت وقت وانجزت عمل. هسيبها تستوي بقى، وبعد كده هنحطها مع البطاطس بتاعتنا وهنشوف الطريقه في الاخر. بسم الله. تعالوا نشوف البطاطس بتاعتنا بقى بعد ما استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله البطاطس استوت اهي. مش ريحتها جميله جدا، انا حاسه ان هي ريحتها زي الكوارع كده، لان هي معموله بس بالثوم. فانا كده سويتها واستوت معايا اهي، استوت خالص. فانا بعمل ايه بقى؟ البطاطس بتاعتي التانية اهي، انا حطيت فيها 2 شوربة 2 كرنيب شوربة، وهسيبها برضو هحط دي على دي، بس دي استوت معايا شوية. فهسخن دي بقى واقوم حطها عليها. الفرخة معايا هنا، الفرخة هنا معايا استوت خالص اهي ما شاء الله. فكت اصلا ما شاء الله استوت. فانا هعمل بقى اللسان العصفور بتاعها. هنعمل بقى لسان العصفور مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.